الخير. الكلمات اللي هي زي milk, freedom, happiness, tea, coffee، كل الأسماء دي اسمها أسماء غير قابلة للعد، uncountable nouns. طيب فين المشكلة فين؟ إن الناس بتتلخبط بتعاملها معاملة الجمع، لا هي دايما تعامل كمعاملة المفرد. تمام؟ يعني مثلا أقول لك tea is the traditional drink here in Egypt. تمام؟ فما قلتش tea or، لا قلتها tea is. اوكي؟ طيب ممكن برضو اقول مثال تاني، اقول لك milk has many benefits. تمام؟ فانا قلت milk has، ما قلتش milk have. اوكي؟ امتى بقى اعملها معاملة الجمع؟ لو اتحط قبلهم كلمة بتدل على الكمية. تمام؟ يعني مثلا اقول لك 2 cups of coffee are enough for me daily. فانا قلت هنا 2 cups of coffee or. تمام؟ ما قلتش 2 cups of coffee is. ليه؟ لان هنا في كمية 2 cups. اوكي؟ فلو ما فيش كلمة في الاول تدل على الكمية جمع، فبالتالي هنعملها معاملة المفرد. اما لو في كلمة قبل اللي هي الانكاونتبل ناونز دي بتدل على الكمية، هنعملها معاملة الجمع. تمام كده؟